واضافات للقناة في الايام اللي جاية ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن the present simple او زمن المضارع البسيط. كان في طلبة طلبت مني ان اتكلم عن الباسيف the present simple passive المبني المجهول في زمن المضارع البسيط. ولكن عشان نبدأ نتكلم عن المبني المجهول في زمن المضارع البسيط لازم نعرف يعني ايه اكتف ويعني ايه مبني المعلوم. فهناخد كل المبني المعلوم بجوانبه كلها، هناخد اليوسجز الاستخدامات، الفورميشن التكوين، الانتروجاتيف الحالة الاستفهامية. يلا بينا نبدأ. So let's get started. اولا هنتكلم عن الفورميشن او التكوين بتاع زمن المضارع البسيط. كلنا عارفين ان المضارع البسيط لما باجي اتكلم عنه الاول لازم اعرف الضمائر. الضمائر طبعا يا جماعه احنا عارفين هم 7 ضمائر عندي في اللغه الانجليزيه. الضمائر هي I وwe ويو وthey وهي وشي وات. طبعا الفعل في اللغه الانجليزيه ممكن يكون noun اسم or a pronoun او ضمير. يعني لو ما كانش فيه اسم موجود ممكن استبدل اسم